هالو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ايه رأيكم نعمل مع بعض النهارده تغميسة حلوة جدا؟ نقدر ان احنا ناكلها جنب المشاوي، جنب البطاطس المحمرة. نقدر كمان ندقلها سيكة ونعملها حشوات للمعجنات. يلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. بصوا سهلة جدا، مفيش اسهل منها، بس طعمها تحفة جدا. يلا بينا بسم الله، ولايك وشير ونبدأ على طول. اول حاجه هنجيب معانا بسم الله الكبه، وهنستخدم مكوناتنا. بصوا النهارده من غير مقادير، مقاديرنا هو السنس بتاعك او التذوق بتاعك، حسب ما انت حابه هتوصلي بيه ازاي. تمام، مقاديرنا كلها باحساسك. هنحط معانا في الكبه زبادي، طحينه، هنا ليمون معصفر زي اللي عملناه مع بعض قبل كده في القناه. هاخد ليمونه كده وانزل بيها في الكبه، ومعايا شويه صغنطاطين كده من الجزر المبشور او من الليمونه المخلله. ايوه، عايزه اقول لكم ان التغميسه دي اتقدمت لنا بصراحه في مطعم، كانوا مقدمينها جنب مشويات وجنب فراخ فرايد. تمام، مش عايزه اقول لكم كانت تحفه قد ايه. تقريبا هي اللي كانت عجباني في المنيو كله او في اللي طلبناه. جوزي قال لي ها هتعرفي تعمليها؟ قلت له عيب عليك، عملتها وقد كان. صدقوني احلى كمان من اللي دقتها في المطعم. كان مش مصدق. هتعجبكم جدا. دي خياره مخلله من اللي كنت مخلاه في الليمون المعصفر، بتديها طعم حلو قوي. طبعا الشطه اختياري، حابه تحطيها حابه تشيليها as you like. تمام، هنا بعد ما اتضربت كويس في الكبه ده كان قوامها. انا هنا كنت بحاول ان انا ادوقها، حسيت ان هي لا محتاجه تتزود كمان شويه من الزبادي. زودت شويه من الزبادي، مقدار معلقتين. بصوا احنا قلنا هنا ده كله بالاحساس. مش حابه الزبادي مع الطحينه ما تحطيش، او حطي معلقه صغيره، لكن انا بالنسبه لي طعمها كان كده حلو قوي. عاوزه اقول لكم كمان ان ممكن تعملوها جنب عزومه بدل سلطه الطحينه، هتبقى تحفه جدا وطعم مميز بصراحه. فظيعه فظيعه، مش هتبطلي اكل منها. سهله قوي، ما بتاخدش اي وقت، كله على بعضه في الكبه، كل بدون مقادير. كل الحكايه هو مقدارك وتذوقك انت اللي حابه توصلي له. هنا كان خلاص الطعم كده كان تحفه قوي. هنا كانت معايا حوالي جزرايه كبيره مبشوره. تمام، وببدا بنزل بقى بالخليط عليها كده وبقلبهم مع بعض. ببدأ بقى انزل بكل اللي في الكبة وبقلبهم كويس جدا مع الجزرايه المبشورة. وبصوا في الوقت ده تقدروا بعد كده تحفظوها في علبة كويس في التلاجة، تقعد معاكم حوالي اسبوع. طعمها تحفة قوي. في الجو البرد اللي احنا فيه ده تقعد كمان بصراحة اكتر من اسبوع، لكن لما تعملوها اول باول هتكون احلى كتير. يا عيني عليها بقى مع البطاطس المقرمشة او مع طبق الفول، وجنبها كده طعمية سخنة. يا عيني تحفة تحفة. أو مع كمان المشاوي. حقيقي بصوا تغميسة ولا أروع، هتناسب على أي أكل. كمان هتشرفك جدا لو في أي عزومة. لو عجبكم الفيديو وبتتابعونا لحد دلوقتي، أتمنى لايك وشير جميل وكومنتات حلوة كتير. باي باي، دمتم في رعاية الله.